بص يا معلم، مش محتاج اقول لك ان انا سيليكون، وان الفيديو ده بيتكلم عن افضل 10 كروت شاشه زي ما محطوط في صوره الفيديو وفي العنوان. يعني مش محتاج اقول لك. اللي محتاج اقوله لك ان الفيديو ده اتصور اول وتاني يوم العيد، فانزل بقى اشترك عشان نفسي اوصل ل 1000 مشترك. خليك مع الفيديو. طبعا فكره المقارنه بتاعت النهارده، احنا عندنا 10 كروت. الكروت دي هقسمها ازاي؟ بفئات سعريه. مثلا في كروت ب 10000، كروت ب 15، كروت ب 18 وهكذا. طبعا هرتب الكروت دي على حسب قوتها. ازاي؟ خدت ريفرنس 3 العاب. الثلاث العاب دول هنختبر عليهم ال10 كروت، وطبعا هرشح لكم في الاخر ايه احسن كارت في كل فئه سعريه. فبينا نبدا في اول فئه سعريه وهي ال 10000 جنيه. طبعا اللي لقيته هنا في مصر ما لقيتش اي كارت جديد في نفس الفئه دي غير الار اكس 6500 اكس تي. طيب انا هنصحك تعمل ايه دلوقتي؟ هو اول حاجه الكارت ده 4 جيجا بايت في رام، ولما تيجي تختبره على الالعاب زي ما انا هسيب لك دلوقتي اختباراته على 3 العاب مختلفه زي سايبر بانك 2077 وكول اوف ديوتي وور زون 3 ريد ديد ريدمشن 2. طبعا الاختبارات الكارت مش وحش، بس في نظري ما تجيبش الكارت ده. ليه؟ لان الكارت 4 جيجا بايت في رام، وبالتالي مش هيشغلك العاب كتير جدا على حتى اعدادات متوسطه بسبب عنق الزجاجه بتاعه الفي رام بتاعته او الميموري بتاعته، عشان هو كمان 128 بت باس. طب هتقول لي يا محمد ده اللي انا لقيته. طبعا الكارت ده سعره 140 دولار و9000 جنيه. طبعا ده اللي انت هتلاقيه، بس بصراحه انصحك ما تجيبهوش، وهات مثلا روح اتجه للمستعمل، او لو لقيت جديد وانت مثلا بره مصر مثلا زي الار تي اكس 2060، الار اكس 6600 ممكن تلاقيهم مستعملين، او جديد ارخص شويه من كده. انا بتكلم لو بره مصر. جوه مصر هاتهم مستعمل، هيبقى احسن بكتير جدا من الكارت ده. طبعا هنتجه لتاني فئه، والفئه دي هي فئه ال 12 13000 جنيه، والفئه دي هتلاقي فيهم كارتين. اول كارت معانا وهو الار تي اكس 3050، وتاني كارت هو الانتل ارك اي 750. تقريبا هتلاقوني اول واحد بتكلم عن ترشيح لكروت انتل. اسيبكم دلوقتي مع بنش مارك الكارتين في الثلاث العاب. بعد ما بصيت على البنش مارك هقول لك تعمل ايه. بص يا معلم، الكارت الار تي اكس 3050 هو مميز في حته انه من انفيديا، فبيدعم برامج محتوى اكتر شويه من انتل. بس خلي بالك الاتنين في انتاج المحتوى كويسين جدا. بالنسبه للالعاب هتلاقي انتل طبعا اقوى بكتير، فبالتالي انا برشح لك كارت انتل الارك اي 750. ولو ما لقيتش او مش عارف تشتريه ازاي، ابعت لي على لينك الفيسبوك تحت هقول لك تشتريه منين بالسعر ده. طبعا سعر كارت الار تي اكس 3050 وهو 12500 جنيه او 230 دولار، وسعر كارت الانتل ارك اي 750 وهو 13000 جنيه او 200 دولار. تاني فئه معانا وهي فئه ال 15000 جنيه ل 16000 جنيه، ومعانا فيهم 3 كروت هما الار اكس 6650 اكس تي، والار اكس 7600، والار تي اكس 3060. اسيب لك تجارب الالعاب وبعدين ارشح لك دلوقتي انهي كارت فيهم. طبعا في التجارب اللي انت شفتها قدامك دي هتلاقي ان اقوى كارت فيهم هو طبعا الار اكس 7600، بعديه الار اكس 6650 اكس تي، بعديه الار تي اكس 3060.
هنتكلم بقى عن السعر. طبعا سعر الار اكس 7600 في مصر 16000 جنيه وبره مصر 270 دولار. سعر الار اكس 6650 اكس تي هو 230 دولار او في مصر ب 15000 جنيه، وسعر الار تي اكس 3060 260 دولار او 15000 جنيه. طيب انت لو هتستخدم الكارت اللي انت هتشتريه من الكروت دي لو هتلعب عليه بالنسبه لاستخدام جيمنج، طبعا ارشح لك الار اكس 7600 لانه كارت قوي جدا، وغير ان هو احدث كارت واقل كارت يعتبر في استهلاك الطاقه. بالنسبه لو استخدامك مونتاج او انتاج محتوى، ارشح لك ال 3060 لانه انفيديا بتدعم اكتر برامج في انتاج المحتوى، لكن كاحسن في دعم برامج انتاج المحتوى هتلاقيه ال 3060، فلو هتستخدمه في انتاج المحتوى هت 3060 وش. هنتكلم دلوقتي في الفئه اللي بعديها وهي فئه ال 17 18000 جنيه، ومعانا في الفئه دي كارتين بس وهم الار اكس 7600 اكس تي وكارت الار تي اكس 4060 8 جيجا بايت. اسيب لك تجارب الالعاب وبعدين ارشح لك دلوقتي انهي كارت فيهم. طبعا بالنسبه لتجارب الالعاب هتلاقي كارت الار اكس 7600 اكس تي هو احسن طبعا من الار تي اكس 4060، وسعر الار اكس 7600 اكس تي هو 18500 جنيه والار تي اكس 4060 هو 17000 جنيه. بس هنا انت هتلاقي حاجه، كارت الار اكس 7600 اكس تي هتلاقيه 16 جيجا بايت في رام، وبالنسبه لكارت الار تي اكس 4060 هتلاقيه 8 جيجا بايت في رام. طيب ده هيفيدك؟ طبعا هيفيدك لو هتلعب مثلا العاب على اعلى اعدادات. هتلاقي ان كارت الار اكس 7600 اكس تي هيديك مستقبل اطول، لان الالعاب حاليا انا معايا كارت 16 جيجا، فالالعاب حاليا انا بقول لك اغلبها بتاخد اكتر من 8 جيجا دلوقتي، فكارت الار تي اكس 4060 هيعمل لك عنق زجاجه لو هتلعب العاب على اعلى اعدادات، وهيضايقك في الموضوع ده ممكن حتى لو بتستخدمه دلوقتي. طيب لو في انتاج المحتوى طبعا كروت انفيديا احسن في انتاج المحتوى. الار تي اكس 4060 ارشحه لك، بس الار اكس 7600 اكس تي مش وحش في انتاج المحتوى، ممكن تعتمد عليه برضه. معنا اخر فئه النهارده وهي اغلى كارتين، وهم الار تي اكس 3060 نسخه ال 12 جيجا بايت او الار اكس 6750 اكس تي ال 12 جيجا بايت. هسيب لك تجارب الالعاب بعدين اديك رايي. هنيجي دلوقتي بالنسبه للترشيح ما بين كارتين الار اكس 6750 اكس تي والار تي اكس 4060 تي اي نسخه ال 8 جيجا. طبعا هنا بالنسبه لترشيح في الالعاب الاثنين يعتبروا زي بعض، تفوق بنسبه مثلا 5% الار تي اكس 4060 تي اي، لكن هنا لو هنتكلم عن انتاج المحتوى برضه الار تي اكس 4060 تي اي هو اللي هتفوق، وده طبعا بيبرر ان هو سعره اغلى شويه، تقريبا ب 500 جنيه بالنسبه لمصر، ومش عارف تقريبا 70 دولار بالنسبه بره مصر، فهو اكتر كارت متكامل واحسن كارت الار تي اكس 4060 تي اي. النقطه الوحيده اللي كارت الار اكس 6750 اكس تي ممكن يتفوق عليها هو نقطه الفي رام. الفي رام لو انت مهتم هتلعب العاب على الترا سيتنجز بس مثلا على 2K، هات الار اكس 6750 اكس تي، وده الحاجه الوحيده اللي هرشحه فيها. انما كاي استخدام تاني غير الاستخدام ده لا، هات الار تي اكس 4060 تي اي. واهم حته في الفيديو ان هقول لك ايه اكتر كروت ارشحها متكامله بالترتيب، يعني عشان انت لو تهت ما بين ال10. فاول كارت هرشحه لك طبعا هو الار تي اكس 4060 تي اي نسخه ال 8 جيجا، لان هو البيست في كل حاجه في الالعاب وفي انتاج المحتوى. نقطه ضعفه الوحيده نقطه الفي رام ان هي 8 جيجا بايت بس. تاني احسن كارت معانا في القائمه وهو الار اكس 6750 اكس تي، كارت قوي جدا في الجيمنج، وهو يعتبر
الاحسن في الجيمنج بسبب نقطه الفي رام، بس في انتاج المحتوى طبعا هيكون اقل من الار تي اكس 4060 تي اي. نيجي لثالث احسن كارت واللي انا شايفه هو الار اكس 7600 اكس تي. طبعا هو ارخص منهم، ونقطه التفوق اللي فيه ان هي 16 جيجا بايت في رام، وطبعا في الانكودرز الجديده بتاعه اي ام دي، فهينفع تستخدمه في انتاج المحتوى وفي البث المباشر كمان لانه بيدعم الاي في 1. الكارت اللي بعده هو المفاجاه وهو الار تي اكس 4060 نسخه ال 8 جيجا. هو مش احسن كارت بس بالنسبه لسعره يعتبر كويس جدا. الكارت اللي بعده هو الار اكس 7600. ليه طبعا رشحت ال 4060 على ال 7600 مع ان ال 7600 احسن في الجيمنج؟ لان ككارت متكامل ال 4060 هينفعك سواء شغل او لعب. الكارت اللي بعديه اللي برشحه لك هو الار تي اكس 3060 نسخه ال 12 جيجا بايت. برشحه لك على الار اكس 6650 اكس تي طبعا عشان نقطه الفي رام. الاثنين يعتبروا زي بعض في الجيمنج بتفوق بسيط للار اكس 6650 اكس تي، لكن ككارت متكامل الار تي اكس 3060 احسن منه. وطبعا الكارت اللي بعديه اكيد واضح وهو الانتل ارك اي 750 ومن ثم الار تي اكس 3050 ومن ثم الار اكس 6500 اكس تي، وده انا مرشح تشتريه اصلا. كده خلصنا الفيديو معانا. طبعا لو انت عايز فيديو عن كروت مثلا مستعمله، كروت اغلى شويه، انزل اكتب لي في الكومنتات. ولو عندك اي فكره فيديو انت عايز نعملها انزل اكتب لي في الكومنتات. ولو عندك مشكله مش عارف تحلها انزل ابعت لي على الماسنجر، هتلاقي الرابط تحت في وصف الفيديو.